تعرف الدهون اللي هي بتكون في جنب البطن فوق البنطلون بشوية وبتخليك تحس بعدم راحة حتى لو انت لابس تيشيرت، دي اللي بيسموها الخواصر او دهون الخواصر. بصراحة هي مش كويسة خالص، واغلب الناس بيضيعوا وقتهم عشان يحاولوا ينزلوها من دايت لتمارين قاسية وفي الاخر ما بيعرفوش ينزلوها. خليني اقول لك الحقيقة، التخلص من دهون الخصر او دهون اسفل البطن مش هيخلص في اسبوع ولا اسبوعين، الموضوع محتاج شوية وقت. فكل اللي هي محتاجاه نظام هتتعب عليه شوية، هتلتزم بيه شوية، وهتشوف النتيجة في الآخر من غير بقى ما تكره التمرين أو تعيش تعبان أو تحاول تجوع نفسك بطريقة مفرطة. والنهاردة هوضح لك الموضوع خطوة بخطوة، وإزاي تخلص من دهون الخواصر بأسرع وقت وأقل جهد. وطبعا قبل ما نحرق الدهون لازم نعرف هي إزاي جت أصلا. الخواصر دي عبارة عن دهون متخزنة في أسفل البطن، في الجناب، وفي أسفل الظهر. وطبعا سببها مش وجبة واحدة، ممكن شهور أو سنين ووجبات كتيرة ونظام أنت كنت ماشي عليه من أكل سعرات أكتر من حاجة جسمك. جسمك ذكي، لما بيجيله أي سعرات أو أي طاقة بزيادة بيخزنها عشان لما يجي أي دروب له مثلا بيستخدمها كطاقة أو مصدر وقود. وأغلب الناس منطقة التخزين بتكون عندهم في البطن. طب ليه؟ لأنها منطقة آمنة وسهلة التخزين، وبتتأثر بسهولة بالهرمونات والوراثة. عشان كده أول منطقة بتخزن الدهون هي أسفل البطن أو الخواصر. بس هقول لك المفاجأة، الدهون هتفضل دهون، ولو استهدفتها صح هتعرف تنزلها فعلا. في الأساس لازم تعمل عجز سعرات مظبوط عشان تعرف تنزلها. بس الغلط الشائع الناس بتبالغ في تنزيل السعرات، يعني هو مثلا المفروض بينزل من 500 ل 400 ل 300، هو ممكن ينزل 1000 او اكتر، وده غلط جدا. ليه غلط؟ لانه هتلاقيه صبر على الموضوع ده اسبوع اسبوعين شهر بالكتير، وبعد كده هتلاقيه بطل الموضوع ده، فهترجع تاني تزيد. الحل عجز بسيط ما يأثرش عليك، حوالي 500. لو احتياجك اليومي مثلا 2500 هتحاول تنزله ل 2000، هتلاقي مثلا نزولك نص كيلو دهون في الاسبوع. هو مش بطيء، هو كويس جدا، بس على مدار شهر او شهرين هتلاقي الفرق كبير وهتحس بالفرق اللي انت عملته. الخطوة التانية التغذية الصح، واهم حاجة فيها هي البروتين. البروتين بيساعد على الشبع، فبيشبعك وفي نفس الوقت ما بيهدمش العضلات اللي انت بنيتها، وفي نفس الوقت بيساعد جسمك يستشفى. هتحاول تستخدم من 1.6 ل 2 جرام بروتين لكل جرام من وزنك في اليوم، يعني من بين 120 ل 180 جرام بروتين في اليوم صافي لك. اعتمد على لحم الفراخ او البيض او اللحمه او السمك او الزبادي اليوناني. ولازم تضيف برضو كربوهيدرات مفيده زي الرز، البطاطس المسلوقه والشوفان والفواكه. وما تخافش من الدهون الصحيه لانها برضو هتفيدك وبتظبط الهرمونات زي الزيت الزيتون والمكسرات والافوكاتو. الهدف منهم ان هم يظبطوا هرموناتك. ولازم تحاول على قد ما تقدر يكون في يومك مشي، لان المشي بيهدي الاعصاب فبالتالي بيقلل هرمون الكورتيزول. المشي بينظم الدورة الدموية. المشي كذلك بيحرق برضو سعرات، وده هيساعدك في تنزيل الدهون في جسمك كله مش في الخصر بس. وفي نفس الوقت مش هيتعب جسمك. لو هتمشي من 3 ل 4000 خطوة يوميا الموضوع ده كويس جدا. مش شرط تروح النادي، ممكن برضو المشي او الخطوات دي ترفع عددها يوميا من 1000 ل 2000 ل 3000 ل 4000 لحد ما توصل ل 10000 خطوة. ده هيفيدك جدا ويحرق سعرات كويسة. وفي حاجة تانية عايز اقولك عليها، ما تنساش الحديد. رفع الحديد هيحسن من شكل جسمك. اتمرن من 3 ل 5 ايام في الاسبوع، سحب او سكوات او ضغط. حاول على قد ما تقدر تستخدم التمارين اللي هي المركبة لانها بتحرق سعرات كبيرة. وفي نفس الوقت الكارديو كويس جدا برضو، اللي هو الجري، بس في نفس الوقت ما تعتبرهوش ان هو عقاب لك، اعتبره وسيلة بتساعدك للوصول لهدفك. اما لو انت خدته كعقاب مش هتعرف تستمر في الموضوع ده. وحاول برضو تغير الحركة، تزود الحركة شوية بالتدريج، هتلاقي الموضوع سهل وابسط بكتير. في النهاية الموضوع مش عذاب ولا اختصارات ولا حاجات بتتقالك فبتمشي عليها. هو الموضوع زي نظام حياة انت هتمشي عليه، هتلاقي مع الوقت الموضوع بقى سهل جدا 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 عليك، خطوة خطوة لحد ما تلاقي الدهون ملهاش مكان.
وهتلاقي الخواصر هتشد عندك. وطبعا لو حسيت ان الفيديو فادك ما تنساش الاشتراك واللايك، وسهلة مش محتاجة فزلكة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.